السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال دايما. معانا النهاردة أول درس في الألجبرا باسم Set of Rational Numbers. آه أول حاجة عايز أتكلم عليها ايه هي ال Counting Numbers. فكركم بيها كده. دي كان الاختصار بتاعها حرف السين. طب دي كانت عبارة عن ايه؟ دي كانت عبارة عن set لل1 وال2 وال3 وال4 وهكذا. تمام. ديت اللي هي أصغر حاجة، اللي هي اللي اسمها counting numbers، الاختصار بتاعها سي. دي كانت عبارة عن 1 و 2 و 3، الأرقام اللي بتعد بيها 1 2 3 4 5 6 هكذا يعني. تمام. طب في حاجة أكبر منها كان اسمها natural numbers. الاختصار بتاعها حرف N. دي كانت عبارة عن ال counting numbers بس زودنا عليها الزيرو بس. تمام. فهي عبارة عن الزيرو 1 2 3 4 وهكذا. تمام. طب جه حاجة أكبر منهم بقى، هما الاتنين اسمها الانتجر نمبرز. الانتجر نمبرز والاختصار بتاعها كان حرف زد. دي بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن الناتشورال نمبرز بس زودنا عليهم الأرقام النيجاتيف. يعني عبارة عن الناتشورال نمبرز في الأول هم 0 1 2 3 وهكذا، بس زودنا عليهم من الناحية التانية بقى، من اللي تحت الزيرو. ايه اللي تحت الزيرو؟ كل الارقام اللي تحت الزيرو اللي هي نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 10 نيجاتيف 1000 وهكذا. كل دول تبع الانتجر نمبرز، عبارة عن برضه نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 وهكذا. تمام. طب دول بقى اللي انتوا اخدتوهم في ابتدائي، counting numbers، واللي اكبر منهم الناتشورال، واللي اكبر منها الناتشورال نمبرز، واللي اكبر منها الانتجر نمبرز. ف او مثلا نعمل ايه شكل كده. اصغر حاجة دي اللي هي counting numbers، اللي اكبر منها اللي هي natural numbers، اللي اكبر منهم هما الاتنين ال integer numbers. طب ايه اللي بقى الاكبر من integer numbers؟ ده بقى درسنا النهاردة. دي حاجة اسمها rational numbers، والسيمبل بتاعها بيبقى حرف Q كده. طب ايه بقى ال rational numbers دي؟ تعالوا نشوف. بيقولك ال rational numbers هي عبارة عن ايه؟ set of rational numbers، اللي هي السيمبل بتاعها Q زي ما قلت. دي مثلا symbol X where ال X دي equal A over B، وال A belong to integer numbers، وال B belong to ال integer numbers، وال B not equal 0. طب ايه الكلام ده؟ بص، كلام بسيط ومفيهوش اي حاجة. ال rational numbers هي عبارة عن اي ريشيو، اي ريشيو في الدنيا، لكن اهم حاجة ان الدينومينيتور اللي هو الرقم اللي بيبقى تحت not equal 0. ده اهم شرط، اهم حاجة ان الايه، الدينومينيتور ما يبقاش equal 0. يعني مثلا لو قلت لك ان الهاف ده، هل ده rational number ولا لا؟ rational number عشان النوميريتور اللي فوق belong to z، والدينومينيتور اللي تحت belong to z، والدينومينيتور not equal 0. ده اهم حاجة. يعني انت اول ما تبص على اي رقم في الدنيا هو rational number، ما عدا لو في الدينومينيتور موجود 0، ده ما ينفعش يبقى rational number. فلو قلت لك مثلا نيجاتيف 5 على 8، ده rational number. مثلا 3
هل ده راشونال نمبر؟ راشونال نمبر. ليه؟ علشان ال 3 هي لو عملتها 3 over 1. طب ما هو ده راشونال نمبر برضه، اللي فوق هو انتجر واللي تحت انتجر نمبر عادي. فكذلك اي رقم في الدنيا. طب الزيرو برضه، ما هو اي رقم ينفع تقسمه على 1، فالزيرو برضه يعتبر راشونال نمبر. تمام. وحتى غير كده، ان الزيرو اصلا لو قسمته على 1 عادي، ان الزيرو ده يعتبر تبع الناتشورال نمبر، والناتشورال نمبر تبع الانتجر نمبر، والانتجر نمبر تبع الراشونال نمبر، فمش فارقه. فانت ركز اهم حاجه ان الدينومينيتور not equal 0 في اي رقم في الدنيا راشونال نمبر، الا لو الدينومينيتور بتاعه equal 0، ده مش راشونال نمبر. تمام. طب لو قلت لك مثلا 3.5، هل ده راشونال نمبر؟ عشان لو كتبتها على كالكوليتر هي 7 over 2. وبرضه لو عملت مثلا 6.3 ده برضه راشونال نمبر، 1.5 وهكذا. تمام. طب اهم حاجة ملحوظة بس، ان لما عملنا الدوائر، لما عملنا الشكل اللي تحت ده، الدياجرام اللي تحت، قلنا ان ال integer numbers belong to ال rational number. يعني ال integer number جوه rational number. يعني اي integer number rational number، اي integer number rational number. لكن العكس لا، ما ينفعش تقول ان اي rational number هو integer number. يعني مثلا لو قلت لك 10 over 5، هل 10 over 5 ده belong to الانتجر numbers؟ belong to الانتجر number. ليه؟ لان 10 over 5 هي equal to، فال 2 دي تبع الانتجر number، فده belong to الانتجر number. طب هل هو belong للراشونال number؟ طبعا. يبقى هو كمان belong to الراشونال number. ما هو اكيد بدل ما هو belong to للانتجر number يبقى لازم يكون belong to الراشونال number. طيب لو قلت لك مثلا 10 over 3، هل ده belong للانتجر numbers؟ لا، برافو عليك، يبقى ده not belong للانتجر numbers. طب هل هو belong للراشونال numbers؟ مفهوش اي حاجة، الدينومينيتور مش بزيرو، belong للراشونال number. فشفت بقى ان في المثال الاخير ده الرقم not belong للانتجر numbers لكن belong للراشونال numbers. تمام. طيب اول حاجة عايز افكرك ايه الفرق ما بين ال belong to اللي هي العلامة اللي هي السي جواها شرطة كده عاملة شبه الاي، يعني قريبة من اي شوية، والحرف اللي هو السي اللي هو اسمه، اللي هو شبه السي يعني، اللي هو اسمه subset. ايه الفرق بينهم؟ البلونج ده لما يبقى رقم مثلا زي المثال الاولاني النمبر 1 ده ما عليهاش ست، ما يبقاش عليها علامة الست اللي هي زي في example 2 دي موجودة، اللي هي ايه، البراكت اللي هو شكله بس مموج كده. ده لما تلاقي الشكل المموج ده يبقى تحط على طول ان هي subset. انما لو زي اول مثال مفيش الست دي، علامة الست دي، يبقى ده belong، تحط معاها belong مش subset. تمام. فمثلا في المثال الاولاني ده بيقول لك هل الرقم ده belong belong ولا not belong ولا اي حاجة، ولا subset ولا not subset للinteger numbers. هل الرقم ده ال5 هل divisible by 3، هل ينفع يتقسم على 3؟ لا. فالرقم ده مش رقم طبيعي من الارقام الانتجر numbers، يبقى not belong. تمام. طب في المثال التاني 15 over 3، هل 15 over 3 ده ينفع تبسطه عن كده؟ هتبسطه عن كده هيبقى equal 5. طب ال5 ده هل هو belong لل او subset لل
integer numbers، هل هو تبع ال integer numbers؟ طب هي موجودة جوه علامة السبست، يبقى نحط علامة ال سوري subset اللي هي السي، شبه السي دي. تمام. المثال التالت بيقول لك 2 over 5 هل هو تبع ال rational numbers؟ تبع rational numbers مفيهوش أي حاجة، يبقى belong. نمبر 4 بيقول هل ال 10 تبع ال rational numbers؟ تبع ال rational numbers طبعا، لأن ممكن تعمل 10 over 1 زي ما قلنا، وعلامة الست موجودة، يبقى تحط subset. في example 5 بيقول لك النيجاتيف 5 وال 3 over 7 هل الأرقام دي تبع ال integer numbers؟ طب تعالى نشوف الرقم الأولاني النيجاتيف 5 موجودة تبع ال integer numbers عادي. طب الرقم التاني 3 over 7 هل هو تبع ال integer numbers؟ لا. فبدل ما في واحد من ال elements اللي جوه الست مش تبع اللي هو بيسأل عليه، يبقى تحط not، يبقى not، وهنا هنا في علامة subset يبقى not subset. تاني دي لما تلاقي في set فيها كذا element ولازم ال elements كلهم يكونوا تبع السيمبل اللي بيسأل عليه. تمام. فهنا بدل ما في واحدة تبع الزد والتانية مش تبع الزد، فيبقى تحط not subset. تمام. طب لو قلت لك سخن شوية كده 0.7 هل هو يعتبر rational number؟ يعتبر rational number، لأن لو حطيتها على calculator أو من غير calculator هي عبارة عن 7 over 10، فده يعتبر rational number عادي خالص. طيب لو قلت لك نيجاتيف 0.016 هل ده rational number؟ rational number، عشان لو حطيتها على calculator هتطلع معاك بنيجاتيف 2 over 125، فده rational number عادي خالص. طب لو قلت لك 2 5 over 3 mixed number ده هل هو تبع ال rational number ولا لأ؟ طب تعالى نشوف الرقم ده أساسا بيساوي ايه. لما تلاقي mixed number كده تضرب الرقم اللي فوق في الرقم اللي تحت، والناتج تعمله بلس اللي فوق، يعني تعمل 2 times 3 بلس اللي فوق ده، وتسيب الرقم اللي تحت ده اللي هو 3 زي ما هو. تمام. يبقى اللي فوق ده هيبقى equal 11، اللي تحت 3. فهل ده rational number؟ rational number عادي مفيهوش اي حاجة. طيب لو قلت لك 35%، طب ايه 35 ايه البيرسنت دي؟ مش بيرسنت، هي لما اقول لك حتى لما بنقولها بالعربي 53%، يعني من 100، فهي 35 over 100. اي بيرسنت، اي لما تشوف علامة البيرسنت دي نزلها تحت بالايكوال 100، يعني اول ما تلاقي بيرسنت اكتب تحت كده 100. فهي ال 35% هي 35 over 100، فده يعتبر rational number عادي مفيهوش اي حاجة. تمام. تعال ناخد شوية examples. في number 1 بيقول لك النمبر ده 2 over x minus 2 belong لل rational numbers if ال x not equal a. طيب احنا قلنا ال rational number هو ايه؟ عبارة عن اي رقم في الدنيا لكن denominator اهم حاجة ما يكونش equal 0. فالدينومينيتور هنا على بعضه هو ايه؟ x minus 2. فانت الدينومينيتور مش عايزه يبقى equal 0. طب ايه اللي يخلي الدينومينيتور بزيرو؟ ان الاكس تكون بكام؟ الله ينور عليك، ب2. تمام. فاحنا لو جربنا حطينا 2 بدل الاكس، 2 minus 2 0، فده ما ينفعش ونتحط في الدينومينيتور 0. تمام. فلو حطيت 2 مش هيخلي الرقم ده rational number، فهو الانسر هيبقى 2. طب في number 2 بيقول if the number 7 over 5x is a rational number then an x not equal ايه؟ طب نفس الفكرة denominator مش عايزين يبقى equal 0. طب 5x
عايزينه ميبقاش equal 0. طيب ال الاكس، ايه الرقم اللي تعوض بيه الاكس اللي يخلي لك الناتج اللي في الدينومينيتور ده اللي هو 5x equal 0؟ 0. عشان الزيرو لما تضربها في اي رقم في الدنيا، اي رقم في الدنيا يطلع لك 0. تمام. فالاكس مش عايزينها تبقى equal 0. حلو. في النمبر 3 بيقول لك النمبر ده belong للراشونال نمبر if x not equal ايه. برضه نفس فكرة السؤال. denominator اهم حاجة ما يكونش equal 0. ف 7 بلس x مش عايزينه يبقى equal 0. فايه الرقم اللي يخلي الاكس بزيرو؟ هو اللي يخلي الدينومينيتور بزيرو هو النيجاتيف 7 بالظبط. تمام. طيب في نمبر 4 بيقولك النمبر ده is not rational number if x. برضو نفس الفكرة اللي ماشيين عليها. لما يسألك ان عايز الرقم ده يبقى rational number ويسألك عن الاكس ايه وضعها، يبقى على طول تساوي الدينومينيتور بالزيرو. طب هنا بدل ما تجيبها بدماغك عشان هتبقى صعبة، ساويها بالزيرو. ساوي الدينومينيتور بالزيرو. ف 2x plus 9 equals 0. تودي ال 9 الناحية التانية بس تعكس إشارتها، يبقى 2x equal negative 9. يبقى ال x equal ايه؟ تنزل ال 2 دي تحت ال negative 9، يبقى ال x negative 9 over 2. يبقى ده الأنسر. تمام. في نمبر 5 بيقولك النمبر ده is not rational number if x. فبرضو انا بس ايه بغير لك صيغة السؤال بس نفس الفكرة عادي خالص، بس عشان ايه امرنك على فرق صيغة السؤال ممكن اسألك بيها. طيب هنا نفس الفكرة اللي ماشيين عليها. الدينومينيتور اهم حاجة ما يكونش equal 0. فنساوي الدينومينيتور بالزيرو، يبقى 3x equal، نودي النيجاتيف 4 الناحية التانية بعكس اشارتها، يبقى ال x equal 4 over 3. تمام. طيب بيقولك لو الراشونال نمبرز دول equal 0 find the value of x. طب هو بيقولك ان دول راشونال نمبرز اصلا. تمام. بس بيقولك ان هما equal 0. يعني هنا الراشونال نمبر ده هو اساسا راشونال نمبر خلاص، بس هو بيقولك ان هو equal 0. يعني اي رقم اي حاجة يسأل عليها كده تساويها بالزيرو على طول. تمام. فانت لما تساويها بالزيرو على طول يعني النوميريتور اللي فوق هو اللي بيكوال زيرو مش الدينومينيتور. تمام. يعني في الامثله اللي فاتت لما كان اللي هو كل الامثله اللي فاتت دي كان بيسأل الاكس ما تبقاش بكام علشان الرقم ده يبقى راشونال نمبر. فاول ما تلاقي صيغه السؤال كده ساوي الدينومينيتور اللي تحت بالزيرو. تمام. طيب لو بيقولك ان هو اساسا راشونال نمبر بس ايكوال زيرو، يبقى النوميريتور اللي فوق ساويه على طول بالزيرو، ما تشغلش دماغك باي حاجه تانية. تمام. فهنا بقى هنا في اول اكزامبل النوميريتور ايه عباره عن x minus 7. طيب ايه اللي يخلي النوميريتور بزيرو لما الاكس ايه الرقم اللي نعوض بيه الاكس يخلي النوميريتور بزيرو؟ هو 7. يبقى الاكس في اول اكزامبل تبقى ايكوال 7. تمام. طب في تاني اكزامبل بص على النوميريتور على طول. 2x بلس 4 تساويه بالزيرو. 2x بلس 4 equal 0. يبقى 2x تودي النيجاتيف 4 تودي ال 4 الناحية التانية بالنيجاتيف، يبقى 2x equal نيجاتيف 4. يبقى ال x equal نيجاتيف 4 over 2 اللي هي نيجاتيف 2. تمام. طب في نمبر 3 بص على النوميريتور على طول. ايه هو؟ اللي هو 8x minus 2. ده هيبقى equal النوميريتور ده هيبقى equal 0. يبقى ال 8x تبقى equal 2 عشان نودي النيجاتيف 2 الناحية التانية بعكس الإشارة. يبقى ال x تبقى equal 2 over 8، أو لو اختصرناها بالكالكوليتر تبقى equal
1 over 4. تمام. نمبر 4 طيب النوميريتور عايزينه يبقى ايكوال، نساويه بالزيرو على طول. طيب ايه قيمة الزيرو، ايه قيمة الاكس نحطها علشان النوميريتور يبقى ايكوال زيرو؟ بالظبط زيرو. تمام. يبقى الاكس لما نجرب ان هو نحط الاكس بزيرو وضربنا الزيرو في اي حاجة، اي رقم في الدنيا، يبقى هخلي النوميريتور بزيرو. طب في ملحوظة عايز اتكلم عليها، ان الكيو دي اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي السيمبل بتاع الراشونال نمبر، دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن الكيو بوزيتيف يونيون زيرو يونيون الكيو نيجاتيف. طب ايه الكلام ده؟ نفس فكرة الانتجر نمبرز لما كنا انتوا خدتوا في ابتدائي، ان الانتجر نمبرز عبارة عن ايه؟ هي نيجاتيف زد او زد نيجاتيف يونيون الزيرو يونيون الزد بوزيتيف. يعني كل استنى اجيب لك في اول بيج لما اتكلمنا عن الانتجر نمبرز اللي هي ايه، عبارة عن نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 نيجاتيف 100 والزيرو وكل الارقام بوزيتيف 1 2 3 4 5 وهكذا. فهي عبارة عن الزد نيجاتيف اللي هي النيجاتيف 1 نيجاتيف 3 نيجاتيف 5 نيجاتيف 1000 اي حاجة يونيون الزيرو، ناخد معانا الزيرو ومعانا الزد بوزيتيف اللي هي 1 2 3 4 وهكذا. فنفس فكرة الراشونال نمبرز، ان انا بقول لك الراشونال نمبرز هي برضه نفس فكرة الزد، عبارة عن يونيون للكيو بوزيتيف، كل الراشونال نمبرز البوزيتيف وكل الراشونال نمبرز النيجاتيف وخد معاهم الزيرو، دي عبارة عن الكيو. تمام. تمام. عايز اتكلم في حاجة تانية. لو قلت لك 1 over 3 دي، ال 1 over 3 دي عايز اجيب منها راشونال نمبر تاني. طب نجيبه ازاي؟ ببساطة نعمل للنوميريتور تايمز الرقم ونعمل denominator نفس نعمله تايمز لنفس الرقم. يعني مثلا 1 over 3 اهو، لو عملنا للي فوق الرقم اللي فوق تايمز مثلا 2 هيبقى equal 2. لازم نعمل denominator اللي تحت نفس التايمز اللي هو 2 هيبقى equal 6. يعني ال 1 over 3 هي 2 over 6، حتى لو كتبت على الكالكوليتر 2 over 6 هيديك 1 over 3. طب نفس الفكرة لو ضربنا مثلا ال 2 في 3 يبقى هتبقى equal 6، ونضرب اللي تحت بنفس الرقم 3 times 6 18. تمام. فهي تطلع نفس الانسر 1 over 3 هي 2 over 6 هي 6 over 18. وليها حاجات كتير، يعني ممكن تضرب بقى فوق بأي رقم نفسك فيه 4 5 6 7 أي رقم نفسك فيه في الدنيا، بس أهم حاجة تضرب اللي تحت بنفس الرقم هيديك في الآخر نفس الأنسر للراشونال نمبر على بعضه. طيب لو قلت لك 16 over 24، طيب احنا لو ضربنا فوق في أرقام هتلعبك الدنيا. طب احنا ممكن برضو نعمل نفس فكرة التايمز بس بالديفايدد هي. يعني مثلا لو عملنا الرقم اللي فوق divided 4 نعمل الرقم اللي تحت نفس divided. يعني 16 divided 4 هي 4، والرقم اللي تحت نعمله divided بنفس الرقم، نعمله divided بنفس الرقم اللي هو 4 يبقى تبقى equal 6. يعني 4 over 6 هي 16
over 24. طيب لو عملنا 4 over 6 دي عايزين نبسطها اكتر، نعمل فوق divided مثلا 2 يبقى تبقى equal 2، وتحت divided 2 تبقى equal 3. تمام. فلو كتبت مثلا اول رقم اللي هو 16 over 24 على الكالكوليتر هيديك على طول الابسط شكل ليها اللي هو 2 over 3. تعال شوية ناخد شوية examples كده. بيقول لك write these rational numbers in 3 other forms. عايزك تكتب ال rational numbers دول بثلاث أشكال مختلفين. سهلة خالص. نضرب مثلا في أول مثال نضرب النيجاتيف 5 في أي رقم نفسك فيه، مثلا خليها 2، رقم سهل. يبقى نيجاتيف 5 times 2 نيجاتيف 10، ونضرب تحت في نفس الرقم اللي هو 2 يبقى 12، يعني هتطلع نيجاتيف 10 over 12. طيب تعالى نضرب مثلا في 2 تاني، وماله، يبقى اللي فوق هيبقى equal نيجاتيف 20، واللي تحت هيبقى equal 24. طب تعالى نعملها مرة كمان، مثلا نضربها في 2 برضو عشان ايه نسهل الدنيا. يبقى اللي فوق هيبقى equal نيجاتيف 40، واللي تحت هيبقى equal 48. يعني التلات أرقام اللي كتبهم بالأحمر دول ببساطة لو كتبتهم على الكالكوليتر هيطلعوا لك أول رقم اللي بالأسود اللي هو نيجاتيف 5 أو 6. تمام. فهم ليهم نفس الفاليو، كل الأربع أرقام دول اللي مكتوبين اللي بالأحمر واللي بالأسود هم نفس الفاليو، مش فارقة. طيب في المثال اللي بعده مثلا بيقول لك 3 over 7. طب ما ممكن نضرب فوق مثلا في 3، لو ضربنا اللي فوق في 3 مثلا يبقى اللي فوق يبقى ب9، نضرب تحت بنفس الرقم يبقى 21. طب نضرب مثلا فوق في 2 تحت في 2، ضربنا فوق ب2 يبقى 18، تحت هيبقى 42. طيب تعالى نضرب في 2 فوق وتحت، لما نضرب اللي فوق في 2 هيدينا 36، لما نضرب اللي تحت في 2 هيدينا 84. وممكن يعني تجرب الكالكوليتر عشان تتأكد برضه. لو كتبت أي رقم بالأحمر دول هيديك أول رقم. تمام. طيب تعالى مثلا في آخر مثال هنا ممكن نجيب أرقام بالديفايدد بقى، يعني ما نضربش عشان الأرقام كمان كبيرة، لو ضربنا هتبقى أصعب شوية. فممكن نبقى لو عندنا فرصة نعمل ديفايدد نعمل ديفايدد بدل ما الديفايدد هو الأسهل. فنعمل مثلا فوق divided by 2 يبقى هيدينا فوق 9، وتحت 72 divided by 2 36. طيب فوق بقى ممكن نعمل divided by ايه؟ لازم الرقم اللي تعمل بيه divided يكون نافع divisible، يعني تنفع تعمل بيه divided للرقم اللي فوق والرقم اللي تحت. يعني مثلا ما ينفعش مثلا تعمل فوق divided by 2، لان 9 divided by 2 مش هيديك رقم طبيعي، مش هيديك integer طبيعي، هيديك ريشيو راشونال. فعشان ما تعقدش الدنيا اللي فوق دور على رقم يعني عشان تقسم بيه يكون نافع تقسم بيه فوق وينفع تقسم بيه تحت. مثلا ال2 منفعش، نشوف الأكبر منه ال3، هل ينفع تقسم فوق بال3 وتحت بال3؟ ينفع، هيدينا فوق 3 وتحت هيدينا 12. طب ممكن برضه نقسم، ممكن فوق ممكن نقسم ب3 وتحت نفس الكلام هيدينا 1 over 4. ده كده أبسط حاجة، أبسط simplest form. يعني ده هو الرقم الأخير ده اللي هو 1 over 4 ده اللي اسمه simplest form. يعني هو الرقم اللي لو كتبت أي رقم من التلاتة اللي في الأول دول على الكالكوليتر هيديك على طول 1 over 4 عشان ده اسمه simplest form اللي هو أبسط حاجة للرقم ده، الريشيو ده. تمام.
طب هنا write the following is the simplest form. عايز ابسط شكل للارقام دي. طب لما يقول لك كده يبقى تعمل divided على طول. تعمل divided باي رقم ينفع تقسم بيه الرقم اللي فوق والرقم اللي تحت. طب في اول مثال هنا ال 12 over 18 ايه اكبر رقم ينفع تقسم بيه فوق وتحت؟ فكر كده. 6 بالظبط. لو قسمت فوق ب6 هيديك فوق 2 وتحت هيديك 3. فده ابسط شكل للرقم ده. يعني لو كتبت الرقم اللي بالاسود على الكالكوليتر هيديك على طول الشكل الاخير ده اللي هو بالاحمر 2 over 3. فهو ده معنى السمبلست فورم. طب في المثال اللي بعده بيقول نيجاتيف 4 over 20. عايز السمبلست فورم. ايه اكبر رقم ينفع تقسم بيه فوق وتحت؟ الله ينور عليك، نيجاتيف 4 او 4 يعني. تقسم ب 4 مش بنيجاتيف 4 هيديك فوق 1 نيجاتيف 1 وهيديك تحت 5. تمام. فده ابسط شكل للرقم ده. طب المثال اللي بعده يا اكبر رقم تقسم بيه فوق وتحت 3. ف نعمل فوق divided by 3 هيديك فوق 3 وتحت هيديك لما تقسم 45 على 3 هيديك 5. تمام. اسف اللي فوق اللي فوق اكبر رقم تقسم بيه هو 7. ينفع تقسم بيه فوق وتحت هو 7. هتعمل divide by 7 فوق وتحت هيديك فوق 3 وتحت هيديك 5. تمام. طيب عشان تجيب السمبلست فورم ممكن تعمل لكل الارقام اللي بالاسود دي كالكوليتر وتريح دماغك. بس انا عشان ايه لازم افهمك برضه الفكره عشان ما تكونش ايه يعني بسهل عليك الدنيا وتحفظ وتبقى دماغك فاضيه. تمام. فانت لما تلاقي عايز اسالك على السمبلست فورم اكتب على طول الارقام على الكالكوليتر واكتب الناتج. تمام. بيقولك write the following numbers in the form of percentage. طيب ازاي بقى نكتب اي رقم قدامنا راشونال بشكل percentage؟ ببساطة الرقم اللي تحت تخليه 100. يعني الرقم اللي تحت احنا عايزين نخليه 100. طيب 20 تعمل لها تضربها في كام عشان تديك 105 بالظبط. لما تضرب 20 في 5 هتديك 100. احنا لسه قايلين لما تضرب رقم تحت تضربه هو فوق. فال9 تعمل لها تايمز 5 برضه يبقى هيديك فوق 45. تمام. طيب 45 على 100 هي دي شكل البرسنتج اللي اتكلمنا عليها في الاول. لما يبقى رقم وتحته الرقم ده 100 يبقى ال 100 دي هي لما تحولها لعلامة البرسنتج اللي هي دي. فتحط الرقم اللي فوق زي ما هو وال 100 اتحولت على طول لعلامة البرسنتج يبقى الانسر هو 45%. تمام. طيب احنا لو عايزين نتأكد ممكن نتأكد بالرقم اللي هو 45% ده ان هو equal الراشونال نمبر ده ازاي؟ الكالكوليتر نكتب 45 وبعديها نجيب علامة البيرسنت من الشيفت وبعديها هيظهر لك يعني شيفت وبعدها تضغط على علامة البراكت هيظهر لك العلامة بتاعت البيرسنت تضغط equal هيديك رقم ديسيمال تحوله للفراكشن بانك تضغط على اللي هي العلامة اللي تحت اللي هي الاس وليها سهم
في اس ودي وما بينهم سهم كده تضغط عليها تديك ال rational number بشكل divided. تمام. احنا كده اتأكدنا ان هي equal 9/20. طيب في المثال اللي بعده نمبر 2، ال5 عايزين نحولها ل 100، نضربها في كام؟ 20. تمام. يبقى تحت هيبقى في 100 وفوق نضرب بنفس الرقم 40، يبقى الرقم ده هو 40%. ممكن اتأكد برضه بالكالكوليتر. نمبر 3، ال 1000 عايزين نحولها ل 100. عايزين نحولها ل 100 نعمل ايه؟ نعمل divided by 10 بالظبط. divided by 10 بدل ما عملنا تحت divided by 10 نعمل فوق برضو بالظبط divided by 10. طب 23 divided by 10 على الكالكوليتر طلع لك 2.3، يبقى الرقم ده هو 2.3%. طيب نمبر 4، 5.2 اكتبه على الكالكوليتر. لما تلاقي كده الشكل ده اكتبه على الكالكوليتر هيطلع لك هي 26/5. طيب تمام. ال5 دي بقى عايزين نحولها ل 100، عاملين شبهها في نمبر 2، تضربها في 20 كده هيديك 100 تحت، فوق تضرب في 20 بالكالكوليتر هتطلع معاك 520، يبقى الانسر 520%. طيب في نمبر 4 الرقم ده عايزين نجيبه ريشيو الأول، شكل ريشيو عادي. نعمل ايه؟ نعمل زي ما قلنا الرقم اللي فوق اللي هو اللي على الجنب ده فوق نعمله divide times by 25 by 125 ونعمل له adding plus للرقم اللي فوق اللي هو 12، والرقم اللي تحت تسيبه زي ما هو كده. فلما تكتب الرقم اللي فوق على الكالكوليتر هيطلع معاك ب 512 واللي تحت زي ما هو 125. طيب تمام. طب ما يكونش في اي مشاكل. طبعا لو في اي مشكلة عندكم اكتبوا تحت في الكومنتس او ابعتوا على صفحة الفيسبوك او جروب الفيسبوك، يعني هو مش صفحة. طيب الرقم ده عايزين نحول اللي تحت ل 100. طيب هنضرب في كام ولا هنعمل divided by كام؟ طب دي صعبة. طيب انتوا عارفين طريقة اللي هي اسمها scissor ray اللي هي ايه؟ ان احنا عارفين كل الارقام فوق وتحت، والناحية التانية عارفين فوق او تحت، عارفين ناحية واحدة، عارفين تحت هنا. فعايزين الرقم اللي فوق ده ايه اللي نكتبه فوق هنا؟ نعملها بالسيزر واي اللي هي تضرب دول في بعض، والانسر تعمله divided للرقم اللي هنا ده. طيب فده نكتب الهندرد زي ما هي، نعمل اللي فوق تايمز بعض ونقسمه على نقسمه على 125. تمام. فال 100 اللي تحت هي علامة البيرسنت زي ما قلنا كده، تشيله من دماغك وتكتب الانسر اللي فوق ده تحطه على الكالكوليتر وتكتب الانسر على طول اللي هيطلع لك من الكالكوليتر، يطلع لك الرقم ده تكتبه زي ما هو كده بقرفه. ماشي. طيب بس ما تسيبولوش كده في الاخر، اكتبها احسن. لما تجيب الرقم ده على الكالكوليتر اضغط على العلامة اللي هي الاس دي العلامة دي هتلاقيها على الكالكوليتر كده على اليمين، في النص كده، اضغط عليها هيطلع لك الرقم بالبوينت
فهتكتب له الرقم بالبوينت زي ما هو، يطلع معاك 409.6، وتكتب علامة البيرسنت. تمام، فده الانسر النهائي. حلو. طب بيقول لك write the following in the terminating decimal form. طيب الاكزامبل ده لما يسألك كده ان هو عايز ال terminating decimal form او ال decimal form على طول، يعني ده لما تلاقي الشكل ده على طول تكتبها على الكالكوليتر، ما تشغلش بالك. ف 3/4 لما تكتبها على الكالكوليتر تطلع لك 0.75، والرقم ده mixed number ده لما تكتبه، او لا مش لازم تكتبه على الكالكوليتر، ممكن نعملها احنا بطريقتنا. 3 times 5 plus 4، الرقم اللي تحت زي ما هو، وهيطلع لك في الاخر 3 يطلع لك 19/5. اكتبها على الكالكوليتر ده واحوله يعني اعمل equal، هيطلع لك 3.8. تمام. طيب في الاكزامبل الاخير اللي بعده، احنا هنا عندنا علامة الابسوليوت اللي هي العصايتين دي، يعني بتشيل النيجاتيف، لو في نيجاتيف بتشيله، يعني هي 2/5. طيب تكتب 2/5 ده على الكالكوليتر تطلع لك 0.4. طيب في حاجة كمان عايز اتكلم عليها بقى، رقم زي 1/3 ده، لو كتبت 1/3 على الكالكوليتر طلع لك 0.3333 كتير كده، 3. تمام. فالرقم ده لما نلاقي شكل كده بيتكرر، يعني لما تكتب الرقم ده على الكالكوليتر وتلاقي كده حاجة عمالة تتكرر، 3 عمالة تتكرر، الشكل ده لما تشوفه ده اسمه recurring decimal number. تمام، يعني 1/3 ده نسميه recurring decimal number، يعني في عمالة في تكرار الرقم ده. تمام، فالرقم ده نختصره ب 0.3 ونحط over 3 دوت كده. طب ايه الدوت دي؟ معناها ان الرقم اللي تحت علامة الدوت دي عمال يتكرر. فاحنا هنا في الاكزامبل ده ال3 اللي عمالة تتكرر، فبنحط 0.3 عادي، بس نحط الدوت على 3 عشان هي اللي عمالة تتكرر. تمام. طيب لو مثلا قلت لك 2/11، جرب اكتبها على الكالكوليتر تطلع معاك 0.181818 كده. فهي 0. ايه اللي بيتكرر معانا هنا؟ ايه اللي عمال يتكرر؟ ال1 وال8، فال1 وال8 نحط فوقيهم دوت. تمام، فده معناه ان ال1 وال8 عمالين يتكرروا. طيب لو قلت لك 2/3 دي تطلع ب 0.6666 كتير كده، في الاخر 7. فهي 0.6 وتحط over 6 دوت عشان عمالة تتغير. ال7 اللي في الاخر دي ملهاش لازمة، مش مهمة يعني. طيب لو قلت لك mixed number ده مثلا، طيب في الشكل mixed number اللي بعده ده عايزين نجيب برضه نفس الكلام، عايزين نجيب ال recurring decimal. طيب نعملها ازاي؟ طريقتين، ممكن اما بطريقتنا العادية اللي هي 5 نضربها في اللي تحت ونزود عليهم اللي فوق، نسيب اللي تحت زي ما هو
نكتب الكلام ده على الكالكوليتر هيطلع لك 5.213 كده. تمام. طيب ممكن ناخد الفراكشن ده لوحده نكتبه على الكالكوليتر هيطلع لك 0.213213 وهكذا، والفايف دي نضربها في الرقم ده يبقى تشيل الزيرو تكتب الفايف، فهي تمام. طيب ده في الاخر هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى شكله 5.2 و1 و3. طب ايه اللي بيتكرر؟ ال2 وال1 وال3. طيب هنا لما نلاقي اكتر من 2 digits بيتكرروا ممكن نحط على الديجيت الاولاني دوت وعلى الديجيت الاخير دوت، وبيتفهم ان اللي ما بينهم برضه بيتكرر معاهم. تمام. فاحنا هنا عشان عندنا اكتر من 2 digits فهنحط على الاولاني دوت وعلى الاخراني دوت، واللي في النص بيتفهم ان هو برضه بيتكرر معاهم. تمام. طيب لو قلت لك 0.136 تحط على وال3 عليها دوت 6 عليها دوت، ده هيساوي ايه؟ طب نعملها ازاي دي؟ بص، لما تلاقي كده ايه اللي بيتكرر؟ 3 وال 6 3 وال 6 3 وال 6. الشكل ده تكتبه على الكالكوليتر، تكتب 0.1 و 3 6 تقعد تكرر فيها لحد ما الشاشة في الكالكوليتر عندك تتملى. تمام. وتضغط ايكوال يطلع لك في الاخر 3/22. يبقى ده الانسر. طيب مثلا لو قلت لك الشكل ده 0.15 وعليهم دوت 1 و5، يبقى تكتب على الكالكوليتر ايه؟ ايوه 0.15 15 15 15 لحد ما الشاشة تتملى، تضغط equal وهتطلع معاك 5/33. فالكلام اللي انت تقعد تكرر رقم وتكتب equal على الكالكوليتر ده بينفع مع تقريبا مع كل الكالكوليترز الموجودة دلوقتي. تمام. فكده خلصنا درس النهارده، ولو عندكم اي مشاكل اكتبوا لي في الكومنتس او او ابعتوا على جروب الفيس، وان شاء الله هرد عليكم في اقرب وقت ممكن. واشوفكم في ليسون جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.